ثلاث ممثلين سوريين حققوا نجاح كبير جدا في مصر، ألا وهما بالترتيب بالنسبة لي والأكبر والأقدر طبعا أستاذ جمال سليمان. الراجل ده يا جدعان يعني بص، صعيدي يعني عمل مسلسل صعيدي كان صعيدي فشخ، عمل مسلسل بورسعيدي كان بورسعيدي فشخ، لدرجة ان انا ما كنتش عارف الراجل ده اللي هو انت يعني انت منين انت، ولا انت عارف تعملها ازاي، خصوصا ان احنا في مصر اصلا الممثلين المصريين ما بيعرفوش يعملوا اللهجة الصعيدي ولا البورسعيدي، يعني انت فاهم ما بيعرفوش يعملوها، فهو عملها بصراحة كانت جامدة جدا، وهو تاريخ ما شاء الله. اما الممثل رقم اتنين بالنسبة لي اللي انا بحبه طبعا اكتر واحد بصراحة هو باسل الخياط. باسل الخياط يا جدعان ملك السايكو دراما بالنسبة لي، الراجل ده مقفل اللعبة دي في الوطن العربي كله، مش في مصر بس او في اي حته، لا سايكو دراما يعني باسل الخياط. اما الممثل رقم ثلاثة اللي مثل تقريبا عمل واحد بس في مصر على ما اظن، يعني هو سامر المصري، وخصوصا انا بتكلم عن فيلم الخلية. الراجل ده عمل الدور، لو جبت ممثل مصري او جبت ممثل عالمي او جبت اي ممثل مش عارف يعمله احسن من كده، يعني انت فاهم، جاب اخر الدور. وانا بحب الممثل اللي بيجيب اخر الدور حتى لو الدور بتاعك وحش، يعني انا حتى لو الدور وحش وانت جبت اخره بفهم انت ممثل جامد، مش مهم الدور وحش، لكن لا كان الدور حلو وهو كمان عمله حلو، فكان بالنسبه لي مبهر في الفيلم ده، واتمنى ان هو يشتغل اكتر في مصر، والثلاثه كمان يشتغلوا اكتر في مصر، انا مش عارف ليه اعمالهم قليله جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تكتب لي كومنت اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنساش اللايك. وسلام.